السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل حاجة حلوة بلفة جلاش. يعني كانت عندي في الفريزر بقالها كذا يوم. وطبعا قلت بدل بقى ما يعني بايتة بقى بقالها كام يوم، فقلنا بدل ما نرميها وكلام من ده نعمل بقى حاجة حلوة. وطلعت حلوة جدا 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 بجد لو جربتوها. سهلة جدًا وبسيطة. بُصّوا أنا مش هاتكلّم كتير بقى على طعمها، أنا هاسيبكم أنتم تجرّبوها وتشوفوا طعمها عامل إزاي، وهاستنى إن شاء الله رأيكم برضه، تقولوا لي رأيكم فيها عامل إزاي. سهلة جدًا وبسيطة. وطبعًا لو عندِك لفة جلاش في الفريزر بقى لها فترة، هتقدري برضه تعمليها بالشكل ده، وهتبقى حلوة جدًا، جدًا. تعالوا نصلّي كده على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونسمّي الله ونبتدي الوصفة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنعملها الشربات. هنحط كوباية سكر، عليها كوباية مَيّة، تمام، وهاسيبها لمدة 10 دقايق على أول ما تغلي هاهدّي عليها النار، وهاسيبها 10 دقايق كده على البوتاجاز، وطبعًا مع عصرة ليمونة ورشة من الفانيليا، تمام. أنا كنت عملت الشربات كده علشان ما اطوّلش معاكم الفيديو، طبعًا كلنا هنعرف نعمل الشربات. يبقى كوباية الشربات بتاع صينية الجلاش اللي هنعملها ديّة، دي صينية مقاس 30، كوباية سكر عليها كوباية مَيّة، هاسيبها تغلي وبعد كده هاهدّي عليها النار لمدة 10 دقايق مع عصرة ليمونة ورشة من الفانيليا. معايا بقى سمنة، لو عندِك سمنة على زيت ماشي، سمنة على زبدة ماشي، سمنة بس ماشي، اللي أنتِ عاوزاه اعمليه، حتى لو عملتيها زيت بس برضه ماشي، ما فيش مشكلة. أنا عندي السمنة كانت لقيتها في البرطمان حتّة قليلة فزوّدتها شوية زيت. دهنت بقى الصينية كويس جدًا، جدًا، لازم الصينية تدهن كويس. ومعايا هنا لفة الجلاش. بُصّوا هتشوفوها دلوقتي هي أصلًا مهرية شوية لإنها بقى لها ييجي 10 أيام عندي في الفريزر، بابقى أجيبه كده أحطه في الفريزر علشان شغلي وكده. فقُلت بقى ديّة يعني هتبقى مهرية شوية، فطلّعتها وقتي كنا الساعة 00:00 على فكرة. فالعيال كانوا عاوزين ياكلوا حاجة حلوة، قُلت أقوم أعملها لهم وما خدتش وقت خالص، خالص. هنلِف بقى شايفين كإننا فاكرين زمان أمّا كنا بنجيب الورقة كده ونلفّها زي المروحة ونعملها كده مروحة، إحنا هنلفّها كده. شايفين دي متقطّعة إزاي؟ وبرضه هنعملها، مش هنرمي أي حاجة. هنلفّها كده زي المروحة بالشكل ده أهو، شبكتها كده ببعضها أهو، نلِف ونرُص في الصينية نلزّق كده جنب بعضه. ممكن كمان بإيدِك كده وتقومي مكوّراها وترُصّي في الصينية جنب بعضه برضه ما فيش مشكلة. يعني تمسكي الورقة كوّراها بإيدِك خالص كده، يعني شُفتِ كإنِّك ماسكة مثلًا ورقة وبتطبّقيها خالص كده وهترميها، تعمليها كده. امسكي الجلاشاية وطبّقيها في إيدِك خالص وحطّيها في الصينية ولزّقي جنب بعضه. لو عندِك صينية مدوّرة تعملي فيها برضه. هاعمل معاكم كده كمان واحدة أهو، هنلِف زي المروحة كده، حتى لو مقطوعة ما ترميهاش، اعمليها برضه وحطّيها. حتى لو ورقة الجلاش معاكِ برضه مقطوعة اعمليها برضه وحطّيها، ما فيش مشكلة خالص، هتطلع معاكِ زي الفل. تمام، هنرُص بقى كده في الصينية بالشكل ده. كده يا بنات بعد ما خلّصتها أهوّة، مع إن كانت متبهدلة شوية، النُص كيلو جلاش، يعني ورقة الجلاش كانت متبهدلة شوية، وبرضه عملتها وطلعت زي الفل بالشكل ده ما شاء الله. معايا بقى هنا نُص كوباية سمنة، أو نُص كوباية سمنة على زيت، أو نُص كوباية زبدة على سمنة، زي ما أنتِ عايزة. هنبتدي بقى كده نشرّب الجلاش بالشكل ده من السمنة. طبعًا أنا ولّعت الفرن يسخن، وطبعًا الجلاش بياخد درجة حرارة عالية، مش هنهدّي النار عشان الجلاش ما ينشفش. حاول بس أوزّع السمنة كده، وهنمسك الفرشة دلوقتي وهندهن كويس علشان السمنة نضمن إنها دخلت في كل الجلاش، ويطلع معايا كُلّاته مضبوط ولون واحد. بالفرشة بقى كده ونمشّي كده بقى السمنة كده، المكان اللي ما جاش فيه سمنة نحاول كده ندهنه بالفرشة. لو وصلتوا معايا هنا يا بنات مكمّلين معايا الفيديو لمّا لهنا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو.
لايك بس للفيديو عشان الفيديوهات بتاعتي تترفع شوية، لأن المشاهدات قليلة جدًا، جدًا. وبجد أنا نفسي أفعّل القناة، وبسبب قلة المشاهدات لسه لحد دلوقتي أنا مش عارفة أفعّلها. فيا ريت تعملوا لايك للفيديو. حطيتها بقى في الفرن على شبكة الفرن على درجة حرارة عالية، وهنعمل الحشو بتاع الجلاش. أنتِ لو عندِك مكسرات ممكن بقى بعد ما رصيناها كده في الصينية، هتضيفي عليها شوية مكسرات، شوية فول سوداني، لو عندِك مكسرات فستق على بندق، جروشيه كده بالمطحنة، وحطي عليه برضه لو عندِك زبيب وجوز الهند حطي زي ما أنتِ حابة. أنا ما كانش عندي مكسرات ولا فول سوداني ولا زبيب، فحبيت أعمل بالموجود عندي بس. معايا هنا كوباية لبن أو كوباية ونُص لبن، تمام، زي ما أنتِ حابة. يعني لو عايزة تزوّدي الحشو بتاعها شوية خلّيها كوباية ونُص حليب، عايزاها مضبوطة هتعملي كوباية حليب. يبقى لو عملنا كوباية حليب هنضيف عليها كوباية ونُص من الكاستر، معلقة ونُص كبيرة من الكاستر، تمام، وهاضيف عليها كمان معلقة من السمنة. أنا كنت هاضيف فانيليا بس أنا افتكرت إن أنا حاطة للشربات فانيليا، فأنا مش هاضيف هنا بقى فانيليا، عشان ما تمرّرش معايا وتبقى الفانيليا جازعة أوي معاها. فأنا مش هاضيف فانيليا، يبقى أنا ضِفت معلقة كوباية مليانة من الحليب، حليب عادي خالص مش سُخن ولا أي حاجة، وضِفت عليهم معلقة ونُص كبيرة من الكاستر، وكمان معلقة من السمنة. وهابتدي أوزّعهم زي ما أنتم شايفين كده على وش الجلاش. هو الكاستر والحليب هيخش جوّه طبقات الجلاش اللي إحنا عملناها، وهتبقى حلوة جدًا، جدًا. زي ما أنا قُلت لِك لو حابة تزوّدي هتعملي كوباية ونُص حليب، هتضيفي عليهم معلقتين كبار من الكاستر. وطبعًا دخّلتها على شبكة الفرن، وأخدت اللون على نار عالية، وأخدت اللون الجميل ده من تحت ومن فوق. شايفين جمالها بقى؟ ما شاء الله حلوة جدًا، جدًا، وريحتها كانت حلوة جدًا، وطعمها أحلى بكتير جدًا، رهيبة بجد، جرّبوها إن شاء الله تعجبكم. طبعًا الشربات بارد ما هوش سخن، والجلاش لسه مطلّعينه من الفرن حالًا، هنبتدي كده نسقيه بالشربات. كمية الشربات معايا كانت على الصينية كانت مضبوطة جدًا، جدًا، ما تزوّدوش عن كده خالص شربات. هابتدي بس أوزّع بس هاوزّعها كده بالمعلقة كده أهو، كده على وش الجلاش، عشان أضمن بس إن هو كُلّاته أخد من الشربات. إحنا دخّلناها الفرن أول ما عملناها على الشبكة، على ما عملنا كوباية الحليب والكاستر، وبعد كده طلّعناها من الفرن. ط ضفنا عليها ال يعني الحليب بالكاستر، وبعد كده رجّعناها الفرن تاني لمّا أخدت وطلعت باللون الجميل اللي أنتم شايفينه ده. شايفين ما شاء الله هي لسه سخنة جدًا، وطالعة من الصينية تحفة، قطع زي ما أنتم شايفين أهو. ما شاء الله الكاستر عاطي لها طعم حلو جدًا، جدًا، جرّبوها إن شاء الله يا بنات تعجبكم. ويا رب الوصفة النهارده تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها، وإن شاء الله تجرّبوها وربنا يحسن ما بين إيديكم جميعًا يا رب. شايفين بقى الجلاش عامل إزاي؟ اللهم بارك، تحفة جدًا، جدًا. وبلفة جلاش واحدة، وكانت كمان متبهدلة، وعملنا منها أحلى صينية جلاش، و ولادي فرحوا بيها جدًا. وألف هنا على قلبهم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وأشوفكم إن شاء الله على خير في وصفة جديدة. مع السلامة.